في سيناريوهات بتحصل بتخليك قاعد كده يعني عايز تكلم نفسك، زي ما الأهلي بيعمل حرفيا كل سنة في دوري أبطال أفريقيا، بالأخص في دور المجموعات، بأنه بيصعد بصعوبة. وتقعد تسأل نفسك طيب الأهلي مثلا دلوقتي اتعادل ماتشين أو خسر ماتش من أول المجموعة، طب احنا مركزنا كام دلوقتي؟ طب لو ده كسب لو ده هنعمل وما عليه. فاذا بالسيزون ده في واحد من اصعب مواسم الاهلي في دوري ابطال افريقيا في الاونه الاخيره، بسبب ان اول مباراه كانت امام الهلال السوداني في الخرطوم اللي انتهت بهزيمه النادي الاهلي 1-0 امام الهلال السوداني بخطا ساذج من محمد الشناوي، ومن ثم التعادل مع ميلودي سان داونز في القاهرة بنتيجة 2-2، ثم الهزيمة بخماسية مقابل هدفين، هزيمة تانية للنادي الأهلي من سان داونز ب5-2 على نفس الملعب ومع نفس الفريق في أقل من 4 سنوات. ومن هنا تأتي العقدة، سان داونز عنده 7 نقط، الهلال السوداني 6، الأهلي نقطة والقطن الكاميروني لا شيء. ولكن قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقة اللي هتكون مليانة إثارة النهاردة، ما ننساش نقول المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري. حلقة اليوم هتكون حلقة نارية مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة، ولكن فضلا وليس أمرا قبل بداية الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتسجل اشتراكك بالقناة لو أنت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك فوق الكومنت، تقدر تعمل ادو وفولو. صلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. غول أفريقيا أو بعبع أفريقيا، النادي الأهلي يصعد للمرة ال16 في تاريخه إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بل وللمرة الرابعة على التوالي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وبل أيضا للمرة الثانية في تاريخه اللي بيصعد فيها للمرة الرابعة على التوالي لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد مواسم 2005 و2006 و2007 و2008. بيجي النادي الأهلي علشان يصعد 2020 و21 و22 و23. الأهلي هو اللي بيصنع التاريخ، الأهلي هو اللي بيصنع المعجزات. كنت في مقولة أنا اللي كنت قايلها، وكان داخلة كنت أعملها في مباراة النادي الأهلي أمام نادي إنبي في دوري 2011. كنت كتبت بأن الجملة كانت محتواها بيقول: أنا لا أبحث عن المجد، وإنما المجد هو من يبحث عني، أنا الأهلي. هذه حقيقة لم ينكرها التاريخ، فالنادي الأهلي هو من يأتي وراه التاريخ، الأهلي ليس يسعى إلى ما وراء التاريخ. ولكن عشان نخش في تفاصيل الحلقة، الأهلي مع مارسيل كولر في سنة أولى أفريقيا للسويسري بيقدم حرفيا أداء فوق الممتاز وأكثر من رائع. زي ما قلت، بعد الهزيمة من صن داونز بخماسية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ومن ثم الفوز على القطن الكاميروني ذهابا وإيابا، ثم الفوز على الهلال السوداني بثلاثية، ولكن يأتي القدر. شوف بقى يا أخي القدر بتاع ربنا كان رحيم بيك قد إيه. الماتش الحاسم بتاع الهلال السوداني وبتاع ميلودي سان داونز بتيجي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة للاعب نادي الهلال السوداني أطهر الطاهر، والنتيجة 1-1. يعني أي فوز للهلال السوداني الأهلي أوت بطولة دوري أبطال أفريقيا. ولكن يأتي القدر ويشاء الرب أن تضيع ركلة الجزاء لكي يلقن النادي الأهلي درسا قاسيا للهلال السوداني في القاهرة بالفوز بثلاثية مع الرأفة في استاد القاهرة الدولي، لكي يصعد النادي الأهلي لمواجهة من؟ أقوى فرق القارة في الوقت الحالي، الفريق الذي لم يقهر في دور المجموعات، الفريق الذي تعادل مباراة وحيدة وفاز في 5، من؟ الرجاء المغربي. واللي كنت توقعت عندي على الصفحة على الفيسبوك وقلت بأن الرجاء هيكون هو خصم الأهلي، وهذا ما حدث. ارجع بالسيناريو لورا، الأهلي مطلع الرجاء من دوري الأبطال السيزون اللي فات، الأهلي واخد من الرجاء سوبر أفريقيا، ويجي النادي الرجاء المغربي عايز ياخد بطاره وعايز ياخد حقه، يهاجم النادي الأهلي في أول 20 دقيقة، ولكن يباغت النادي الأهلي ويسجل هدفين لتنتهي مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل لا شيء. ومن ثم أيضا مباراة العودة تنتهي بتعادل سلبي 0-0، ويضيع الرجاء المغربي ركلة جزاء لو كانت سجلت
لكانت المباراة انقلبت رأسا على عقب، وكانت ستصعب الأمور تماما على النادي الأهلي، ولكن تصطدم الكرة بالعارضة ثم تذهب الكرة بعيد خارج مرمى النادي الأهلي. لك أن تتخيل يا عزيزي المشاهد أن النادي الأهلي حتى الآن في الأدوار الإقصائية هو النادي الوحيد الذي لم يدخل مرماه أي هدف. النادي الأهلي من بعد مباراة سان داونز لعب 11 مباراة دخل مرماه هدف واحد. الناس اللي بتنتقد مارسيل كولر واللي بتنتقد أداء الأهلي ويقولوا لك فرق أفريقيا ضعيفة، هو احنا أي فريق هنقابله أي فريق الأهلي بيكسبه ضعيف؟ مش عايزين تعترفوا ان الاهلي قوي؟ اي نعم الاهلي بيلعب من غير مهاجم، الاهلي بيلعب من غير صانع العاب، ولكن شراسة النادي الاهلي، روح النادي الاهلي موجودة. انت ليه بتقلل من قيمة النادي الاهلي؟ ليه بتقلل من حجم النادي الاهلي؟ اللعيبة بتدي افضل ما عندها بافضل الامكانيات الموجودة. حتى لو لعيب امكانياته قليلة بينزل بيتحول تلقائيا مع مارسيل كولر الذي يجيد التعامل نفسيا مع اللاعبين بصورة أكثر من ممتازة. ولك خير دليل على كذا لاعب، أولهم طبعا بيرسي تاو الجناح الجنوب أفريقي اللي كان قاب قوسين أو أدنى عن الرحيل للنادي الأهلي، ولكن صمم السويسري مارسيل كولر عليه وقال إنه في احتياج ليه. قدر يتعامل معاه نفسيا بطريقة أكثر من رائعة، قدر يعده نفسيا وذهنيا وبدنيا عشان نشوف نسخة مرعبة لبيرسي تاو منذ قدومه إلى النادي الأهلي حتى الآن، لكي يساهم في بطولة دوري أبطال أفريقيا كأكثر من صنع في البطولة حتى الآن مثلما حدث في الموسم الماضي، ولكي أيضا يتألق معه من محمود عبد المنعم الشهير بكهربا العائد من الإيقاف الذي يكتسح جميع الخصوم، الذي يسجل أو يصنع في كل مباراة بيكون ليه بصمة فيها. وأيضا الذي كنت أضطهده هو محمد هاني. محمد هاني اللي بدأ يلعب بأريحية شديدة، محمد هاني اللي مبقاش عنده رعونة، محمد هاني اللي بدأ يكون هادي على الكورة، امتى يعرف يقف، امتى يعرف يتحرك، امتى يهاجم، امتى يدافع، امتى يسلم وامتى يستلم. فانا بتعجبني عبقرية المدير الفني اللي بيعرف يتعامل مع نفسية اللاعبين، ودي حاجة مهمة جدا انك تقدر ترجع اللاعب بتاعك وتخليه يقدم افضل ما عنده. وده اللي كان بيعمله حرفيا بالنص المدير الفني السابق للنادي الاهلي رينيه فايلر السويسري ايضا. ولكن يبدو ان المدرسة السويسرية لها سحر خاص مع النادي الاهلي. شفنا النهارده الاعلاميين اللي طلعوا واتكلموا عن النادي الاهلي واللي قالوا لك النادي الاهلي ما لعبش كويس، الاهلي ضعيف وبيوصل بقاله 4 سنين لنهائي دوري ابطال افريقيا. يا راجل اتقي الله، امتى هندي للنادي الاهلي حقه؟ هتحاولوا تقللوا من حجم النادي الاهلي مش هتعرفوا، هتحاولوا تقللوا من قوه النادي الاهلي مش احنا اللي هنقول الاهلي قوي ولا لا، النتائج اللي بتثبت والاداء اللي بيثبت. اداء النادي الاهلي طبعا هو اللي بيثبت. ولكن عشان نكون صراحة الاهلي بيقدم واحدة من افضل مستوياته، اللعيبة اتعاهدوا مع بعض انهم باذن الله يقدروا يحققوا بطولة دوري ابطال افريقيا السنة دي، وانا واثق في فريقي انه يقدر يكسب اي حد مهما كانت الظروف ومهما حدث او مهما حصل قبل كده. خلاص مباراة وراحت لحالها، انا واثق في فوز فريقي باذن الله عشان نرجع ونكتسح قارة افريقيا من اول وجديد من تاني ونفوز بال11. انا واثق في فريقي، واثق في اللعيبه اللي موجوده، واثق في المدير الفني، واثق في روح الفانيلا الحمراء، واثق في الله قبل ده كله طبعا. ولكن انا بتكلم في نقطه مهمه، هل انت مثلا هتحكم على لعيبه النادي الاهلي امام مولودي سان داونز بس؟ يعني الاهلي لو كسب سان داونز كده الاهلي خلاص ده الفريق بقى الاقوى في العالم، الفريق اللي مفيش منه اتنين؟ مش الاهلي ده اللي خد بطوله 2020 و21 وشارك في كأس العالم 3 نسخ متتالية 2020 و21 و22 وقدم أقوى أداء لفريق أفريقي مع إنه ما وصلش للنهائي، لكن أنا بتكلم كأداء داخل الملعب. قدر يفوز على بطل أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وبطل آسيا، وقدم مباريات ولا أروع أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ وريال مدريد. مش ده الأهلي اللي فاز بالبرونزية 3 مرات كأكتر نادي في العالم فوز بالميداليات؟ مش ده النادي الاهلي كاكتر نادي في العالم مشارك في بطوله كاس العالم للانديه؟ مش ده النادي الاهلي اللي عنده 146 بطوله كاكتر الانديه في العالم عنده بطولات؟ هتحاولوا تقللوا من حجم النادي الاهلي، هتحاولوا تقيسوا اللعيبه، مش هتعرفوا. احنا كجمهور النادي الاهلي دايما في ظهره. ولكن انا عايز اشيد باتنين يعني بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب، مروان عطيه وحمدي فتحي، اللي بيغطوا نص مساحه الكره الارضيه، مش نص مساحه او نص ملعب النادي الاهلي بس، لا، عيني برد عليكم، ربنا يحفظكم يا رب.
واحنا باذن الله في انتظار اي خصم. احنا ما بنهابش حد، احنا النادي الاهلي ايا كان هو مين، سواء مامولودي سان داونز سواء الوداد المغربي، احنا جاهزين. بطولة افريقيا لينا باذن الله، وباذن الله كل الدعم للرجاله، وان تبقى البطولة رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي بفضل الله وبعون الله. فما تحاولش انك تقلل من قيمة النادي الاهلي. مش سان داونز اللي هيجي يقول لك الاهلي قوي ولا لا، مش سان داونز اللي الاهلي يلعب قدامه تقدر تحكم عليه ان خلاص الاهلي لو كسب كده الاهلي بقى قوي خلاص. لو قدر الله الاهلي خسر، يا عم كل الفرق ضعيفة وانت ساعدت بالحظ وضربة الجزاء بتاع اطهر اللي ضاعت. انا بقول لك الاهلي الفريق الوحيد اللي في البطولة ما دخلش مرماه ولا هدف في الادوار الاقصائية. لك ان تتخيل ان فريقين بس اللي سجلوا في مرمى النادي الاهلي، سان داونز والهلال السوداني، طول البطولة حتى الان، حتى المباراة النهائية، من بعد اللي حصل في مباراة الخمسة. وده اللي كنت قلته انك لازم تتعامل ولازم يكون في تدريب شديد على الاخطاء اللي حصلت. هو اي نعم ما زال في اخطاء، ولكن تدارك الاخطاء وعلاجها بالفعل ده اللي حصل حرفيا، خصوصا في قلب الدفاع والتغطية العكسية في حالة ارتداد علي معلول للهجوم. شفنا اللي بيغطي دلوقتي تبادل الادوار، يا اما بتلاقي اليو ديانج ورا علي معلول بيغطي، يا اما حمدي فتحي بطريقه محوريه لا مركزيه للاثنين، سواء عن طريق الباكين محمد هاني او علي معلول، لان علي بيتقدم كتير لانه بيميل للهجوم اكتر وليس للدفاع. فعشان كده دي نقطه برضو كنت اتكلمت فيها، حوار انك لازم تغطي ورا الباك في حاله الارتداد العكسي الهجومي عليك. ودي التعليمات اللي اداها مارسيل كولر لاليو ديانج وحمدي فتحي في التغطيه ورا الباكين. فاحنا بدانا نشوف تطوير، بدانا نشوف لعيبه النادي الاهلي سواء الاحتياطي قبل الاساسي بيحسسوك ان هم حتى لو ما بيشاركوش لمده 10 15 مباراه بينزلوا يلعبوا ويأدوا بنفس الروح وبنفس الدور كانهم كانوا بيلعبوا امبارح او اول امبارح، مش بقالهم مثلا على الدكه شهرين 3 أو 4. فده اللي مطلوب يا رجاله، ان احنا نكون في ظهر النادي وفي ظهر اللعيبه، ندعمهم معنويا جامد جدا قبل المباراه النهائيه حتى الفوز في البطوله وفيما بعد البطوله، علشان يفضل نادينا دايما في التوب وفي القمه ويفوز بكل البطولات ان شاء الله. نقطه اخيره حابب اتكلم فيها، وهي ان كل ما بيسجل حسين الشحات في الدور قبل النهائي النادي الاهلي بيفوز بدوري ابطال افريقيا. في نقطه تانية برضو، الاهلي لما بيفوز ذهابا وايابا في الدور قبل النهائي بيفوز برضو بدوري ابطال افريقيا. وحابب اذكركم بحاجه، ان اول مره فاز بيها الاهلي ذهاب واياب كانت على نادي الزمالك في دوري الابطال 2005، وكانت البطوله رقم 5 للنادي الاهلي في تاريخه بعد ما فاز على الزمالك في الذهاب والاياب بنتيجه 2-1 و2-0. ودي كانت المره الاولى اللي الاهلي فوز فيها في السيمي فاينال على فريق رايح جاي، كانت على الغريم التقليدي، زي ما خد منه برضو نهائي القرن بقضية قفشه. وكانت البطولة الأغلى في التاريخ هي البطولة التاسعة. وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لو عجبتك ما تنساش تعمل لايك في القناة وتسجل اشتراكك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لينك الفيسبوك عندك، كل كومنت تقدر تعمل اد او فولو. اشكركم والسلام عليكم، والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. ولا تنسوا الدعم، كل الدعم مهما حصل ومهما حدث من الخصوم لنادينا المفضل نادي القرن النادي الاهلي.